وفيلمنا بيبدأ بأربع مجرمين وهم بيهربوا بعد ما سرقوا نص باسورد وعملات مشفرة بقيمة 500 مليون دولار. والشرطة بتبدأ تطاردهم عن طريق كاميرات المراقبة، وفعلا بتوصل لمكانهم. لكن المفاجأة إنهم بيكتشفوا إن المجرمين ظاهرين في الكاميرات رغم إنهم مش موجودين في الحقيقة، وده طبعا بسبب الهاكر، واللي بسببه بينجحوا في الهرب. واليوم اللي وراه البوليس بيقدر يجيب الراجل اللي معاه النص التاني من الباسورد. وفي نفس الوقت المجرمين بيبدأوا اقتحام الشركة اللي فيها البيانات المشفرة الخاصة بالعملات، وهنا بيكتشفوا إن في مفتاح تشفير رقم العملات بقيمة مليار و500 مليون دولار. فبيبدأوا سرقة المفتاح رغم تحذير رئيس العصابة إنهم في خطر بسبب الوقت، وكلهم بيبقوا متوترين. والبوليس بيوصل عند 100%، وبتبدأ عملية الهروب، والزعيم يقول لهم إن الشرطة عند المدخل. وفي اللحظة دي بنت في الكافيه بتصور الزعيم وهو معدي، واثناء ما الاربعه نازلين بيقابلوا البوليس تحت، وبتبدا المطارده. المجرمين بيجروا والبوليس وراهم، وبيبدا قتال بينهم. لكن في الاخر بياخدوا ضابط رهينه معاهم في الاسانسير، وبيكون في قتال قوي بين الضابط والاربع مجرمين. لكن في النهايه قائد الشرطه بيخسر، والمجرمين بينجحوا في الهرب وبيقفزوا من اعلى المبنى بالباراشوتات، وقائد الشرطه بينط وراهم بالحبل المطاطي وبيوصل الارض. اما المجرمين بينزلوا فوق سطح فندق وبيهزموا الامن وبيدخلوا الفندق، وفجأة كلهم بيختفوا من كاميرات الفندق، وكمان بيتم غلق الكاميرات، وكل المجرمين بيغيروا لبسهم. والمديرة بتقول للشرطة يشغلوا كاميرات المراقبة في الملابس، وبيفعلوا خاصية التعرف على الوجه علشان يدوروا على اشخاص ما عندهمش تصريح لدخول الفندق. وفي الوقت ده الزعيم اللي لقبه الملك بيتحرك علشان يساعدهم، وكل شوية بيغير لبسه، وكمان بيساعد المجرمين يهربوا ويغيروا لبسهم. وفي نص الفندق بيكون في شجرة ذهبية وبيهربوا من خلالها. وبعدها بيكون في اجتماع في مقر الشرطة، والقائد بيقول للمدير إن المجرمين اخترقوا نظام الكاميرات في الفندق، وعلشان كده قدروا يهربوا. وكمان بيوضح إنه ما ينفعش الاعتماد على نظام سكاي آي اللي بيتيح ليهم مراقبة البلاد عن طريق الكاميرات. هنا مديرة الأمن السيبراني بتقول لو عايزين نمسك ثعلب ماكر يبقى احنا محتاجين صياد ماهر، وقصدها عميل متقاعد اسمه وونج. والقائد بيرد بس احنا في عصر الذكاء الاصطناعي، فبترد عليه وهم استغلوا ضعفه. لكن المدير بيقطع الكلام ويقول لهم مش فارق معايا عميل قديم ولا جديد، المهم انكم تقبضوا عليهم. وفي اليوم اللي وراه اتنين من الضباط بيروحوا في مهمة مراقبة للضابط المتقاعد، وبيقروا ملفه الاسطوري، وبيعرفوا انه كان بطل عمليات وبطل شرطة وماهر جدا في الأسلحة والمراقبة، وسبب تقاعده إنه كان سبب في موت زميله. وفجأة بيطلع قدامهم وهم بيبقوا مصدومين من كمية الكلاب اللي معاه، وبيكملوا البحث عنه لكن بيختفي. وأثناء ما البنت بتتكلم في الموبايل بتلمحه وهو داخل المحل، فبيروح ليها ويقول لها ليه بتراقبيني؟ فبترد عليه مش فاهماك. فبيقول لها انت مش عارفاني يعني ما كنتيش بتراقبيني بجاكيت بوشين من الساعة 2 و23 دقيقة ولمدة 4 ساعات و17 دقيقة، وكتبت 9 ملاحظات، وغيرت لبسك 3 مرات، ومعاكي زميل بيساعدك. وبعدين بيكمل هل أنا محق يا هيتشيجو؟ فبتنصدم وترد عليه لسه فاكرني يا عم وونج رغم إن عدى 8 سنين. فبيقول لها إيه الثقة اللي تخليك تراقبيني بمستواك السيء ده لمدة 4 ساعات؟ وخدي دي بطاقة صاحبك. واليوم اللي وراه بيروح معاها لمقر الشرطة، وبيبدأ الفريق يعرض عليه لقطات الكاميرات، ويمسك قلم ويحدد 4 أشخاص. والكل يستغرب إزاي عرفهم؟ فبيقول لهم علشان بصوا على الكاميرات وهم داخلين، يعني هم دخلوا المكان قبل كده وعارفين أماكن الكاميرات، ولما توقفت الكاميرات غيروا تنكرهم. وبنروح للمجرمين، والملك بيكون متضايق جدا وبيبدأ يضربهم ويقول لهم كل اللي شفته أخطاء، وطوال السنين اللي فاتت مفيش ولا كاميرا قدرت تعرف شكلي، لكن في المهمة دي اتصورت. فبيبدأ يضربهم كلهم، لكن في الآخر بيهدوه. وبنشوف وونج وهو بيراجع كل لقطات الكاميرات علشان يعرف شكل المجرمين، وبيحط كل اللي بيلاحظوه على الشاشة. وفي اللحظة دي بيلاحظوا إن في شخص خامس، والملك بيكلم قائد الفريق ويقول له أنا مش عايز يحصل لكم أي أذى، علشان كده هختفي فترة. وبنرجع لقسم الشرطة، والضابط وونج بيقول لهم أنا أعتقد عارف مين المجرم الخامس. في أواخر الثمانينات كان في ضابط في القوات الخاصة،
ونفذ عمليات تجسس واغتيالات كتير وسرقة بنوك، وكان دايما بيقدر يهرب وقدر يختفي من غير أي أثر سنة 1999. وشهرته كانت الظل، فبيقترح عليهم إرسال فريق مراقبة سري، لكن بينصدم إن مفيش فريق مراقبة سري لأنهم بيعتمدوا على كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي. فبيقول لهم خلاص هنعمل فريق صغير من أشخاص أقل إثارة للريبة وهدربهم بنفسي. ويبدأ التدريب باستبعاد الضباط اللي واضح إنهم شرطة، ويعلم الباقي مهارات التخفي، وكمان يركزوا على كل التفاصيل ويحفظوها كويس، ويركز عليهم إنهم يلاحظوا العلامات المميزة زي المشية أو لو حد بيعرج أو عنده إصابة في إيده. وأخيرا بتبدأ المهمة، والبنت بتكون مع الضابط وونج لأنه محتاج حد يكون معاه ويقول لها أنت الورقة الرابحة، وفي نفس الوقت بيتابعهم كلهم من الكاميرات ويقول لهم يعملوا إيه خطوة بخطوة. وفجأة وهم في الدورية بيلاحظوا شخص مطابق للمواصفات، فبسرعة وونج بيكلم كل الفريق وبيبلغهم إن في شخص محتمل يكون الظل، والفريق بيستعد. وونج بيقول للبنت الدور عليكي، فتفتكر كلامه عن الأشخاص الأقل ريبة وتنزل من العربية، والفريق يشغل الكاميرات ويدخل السوق. وونج يقول لهم حافظوا على المسافة وامشوا ببطء، الظل محترف ومفيش مجال للأخطاء، لكن محدش فيهم عارف يقرب منه. وفجأة القائد يفتكر إن في واحد ممكن الظل يكون عارف شكله، فبسرعة زميلته تبوسه علشان تبعد الشبهات، وهيتش جو تقول إنها تتدخل وتعمل محاولة وتقرب منه وتنزل على الأرض علشان تصور انعكاس ظله في المية وتبلغهم، لكن الظل يلاحظها ويقف شوية ويمشي، وحد يحرك الكاميرا وبرضه الظل يلاحظ، ويكملوا عملية التتبع ويدخل مبنى، لكن المبنى مفهوش أي كاميرات. فالبنت لأنها أقرب واحدة تدخل وراه وتوصل للأسانسير جنب الظل وهو بيلاحظها، والضابط وونج بيفتح الكاميرات ويكتشف إن الظل شك فيها، والظل بيطلع سلاحه وبيستعد إنه يقتلها أول ما يدخله، والأسانسير بيقفل والظل مستعد، لكن في آخر لحظة وونج يدخل الأسانسير ويشيل السماعة من ودنها، فالظل بيلاحظ إنها مش لابسة السماعات، وونج بيعزم على الظل بتفاحة فاسدة فيها كاميرا. وأخيرا بيتم تصوير وجه الظل، وبيرمي الجزء البايظ اللي فيه الكاميرا، وبيخرجوا من الأسانسير والظل بيراقبهم، ومن خلال الكاميرا بيعرفوا إنه ساكن في الدور الثامن، فبيزرعوا كاميرات في الدور وبيكتشفوا إنه ساكن في الشقة رقم 2، فبيجهزوا شقة قريبة من المكان علشان يراقبوه، ويسرقوا الزبالة بتاعته علشان يعرفوا معلومات عنه، ويراقبوه بكاميرات حرارية، وبيلاحظوا انه بيفرقع فقاعات بايده، وقدام هنعرف انه بيستخدمها كشفرة للتواصل. وونج بيقترح عليهم انه يقرب من الظل اكتر، وبالفعل بيروح السوق ويقابله، والظل بيبدأ يختبر معلوماته، لكن وونج يبهره بردوده لانه عارف كل المعلومات عن كل المحلات والاسعار، ويبدأ يحكي عن حياته الشخصية علشان الظل يثق فيه اكتر. والظل بيلاحظ في ايده علامات وبيفتكرها من حمل السلاح، لكن وونج بيوضح له انها من حمل سكين الاكل، وبيستغل الفرصة وبيعزمه على الاكل في البيت، والظل بيوافق، وبيوصل الظل البيت وبيبدأ يتفحص البيت هل في تراب ولا لا علشان يعرف اذا هم لسه ساكنين جديد. وونج بيعزم عليه علشان يطبخ، والظل واضح انه ماهر جدا في استخدام السكاكين، وهم بيحكوا مع بعض. الظل بيسأل عن التعويرة القديمة اللي في راس البنت ايه سببها، واثناء الاكل يسأل البنت نفس السؤال علشان يعرف اذا هما اب وبنته ولا بيمثلوا، وترد عليه تعاركت في الصف الخامس الابتدائي وما قلتش لحد حتى بابا، بيقول لها متأكدة، وبعدين يسأل وونج نفس السؤال ويجاوب بنفس التفاصيل، والبنت تستغرب لانها ما قالتش لحد. وونج بيقول لها كنت براقبك من بعيد علشان خايف عليكي من الناس اللي كان ليهم عندي فلوس، فبتنصدم اكتر وبتدمع، والسهرة تنجح بالكامل لان اثناء كلامهم موبايلها كان بينسخ موبايل الظل. وبعدها الظل بيتكلم الفريق وبيسأل عن الصحيفة الجنائية للبنت وابوها علشان يطمن، واثناء كلامهم قائد الفريق بيهجم على وونج من غير ما الظل يعرف، وكمان الكاميرات كانت عارضة مشهد تاني، يعني البوليس مش شايف القتال، والمعركة كانت قوية جدا، ضرب نار وسكاكين، وونج ما شاء الله عامل شغل عالي، لحد ما البوليس يكتشف
إن الكاميرات واقفة والمجرم يعرف إن البوليس في الطريق، فبيضرب نار ويهرب بسرعة. وأثناء تفتيش بيت الظل بيكتشفوا فقاعات كتيرة، وبيفكر ويعرف إن دي شفرة للتواصل. وفجأة عربية بتخبطهم، والخبطة تدخلهم قسم الشرطة، وبيحصل هجوم كبير جدا ومسلح، ومعركة قوية جدا بين الشرطة والأفراد المسلحين في نفس الوقت. وفي الوقت ده الظل كان رايح يقابل فريقه، وبيكتشف إنهم عاملين له كمين، لكن هو كان متوقع، وبيقتل فيهم بمنتهى السهولة وبسرعة كبيرة، مع إنه ما كانش معاه غير سكينة صغيرة بس. وبيواجه عدد كبير لوحده، وبينجح في قتلهم كلهم. وبيظهر قائد الفريق، وبيبدأ قتال ما بينهم، والاتنين بيتقاتلوا بالسكاكين بسرعة كبيرة. والقائد بيمسك الظل وبيقفز بيه من الدور العلوي، وبعد القفزة القائد بيكون متصاب بخنجر، والظل يخنقه، فبيطلع الخنجر ويضربه. فالظل بيحط ايده في الجرح ويعكس الخنجر ويقتل القائد اللي كان زي ابنه. فالقائد بيقول للظل: اتمنى اكون ابنك في الحياة القادمة. واخوه كان شايفهم، فبيفجر المكان كله. وفي نفس الوقت الشرطة انتصرت في معركتها، وتم القبض على المجرمين، لكن الغرض من الهجوم كان سرقة مفتاح الشفرة من الخزنة. وهم نجحوا في المهمة لأنهم كانوا متنكرين في شكل ضباط شرطة. وأثناء ما المجرمين في العربية بيعرفوا إن الظل خلى البوليس يراقبوا علشان يبعد الشبهات عنهم، لأنه مربيهم في الملجأ وزي أبوهم. وبيتم القبض على الظل، وبيقول لهم إن المجرمين في فندق وين بالاس، لأن دي طريقة هروبهم من الصين لباريس. والشرطة بتوصل الفندق، وبيلاحظوا المجرمين وكلهم بيجروا ورا بعض. وونج بيبدأ قتال في المغسلة ضد 2 لوحده، وما شاء الله بيحصل قتال قوي بينهم، وبيستخدموا الأدوات في المكان أثناء القتال. وبيوصل اتصال للظل من أحد المجرمين، وبيحاولوا تحديد مكانه. والظل بيقول: لو قبضوا عليكم النهاردة سأشعر بخيبة أمل. وأثناء كلامهم البنت بتحاول تعرف مكان المجرم، وطبعا وونج لسه مكمل في القتال، وبيستخدم العصاية ويضرب واحد والتاني يحبسه في الغسالة. والظل وهو بيرجع الموبايل بيضرب الضابط ويفرقع قنبلة دخان، ويبدأ يضرب في كل الجنود في العربية، وبينجح في الهرب. وفي الفندق لسه بيدوروا على المجرم، وفي ضابط بيلمحه لكن مش بيعرف يبلغ لأنه أعطى السماعة للبنت. ويبدأ يتتبعه لحد ما بيوصل لمحطة المترو، وهنا الظل يضربه وهو معدي، وبيدخل يضرب المجرم اللي خانه، والضابط غرقان في دمه. والبنت بتبكي وتصرخ: الحقونا، حد ينقذه. وهم في مركز الشرطة عارفين ان المجرم قديم ومش فاهم في العملات المشفرة، فأكيد هيحاول يطلب المساعدة من حد تاني لأنه مش بيفهم غير لغة الفلوس. فبيروحوا يراقبوا الراجل الوحيد اللي بيفهم في العملات المشفرة. الراجل بيخرج بعربيته من الفيلا، والبنت وراه، وبتوصل له وبتهدده علشان يعترف، وبيقول ان تعرض عليه 10 ملايين مقابل المساعدة، ومفروض يقابله في مطعم وهو اتأخر عليه. والظل قرب يمشي، فتقرر البنت تدخل لانها عارفة ان لما يلمحها هيتكلم معاها. والظل بيقول لها: انت مش عارفاني، ويشيل الشنب: انا الضيف اللي اتعشيت معاكم. ويكمل: انا شفتك مع شاب، ايه اخباره؟ وبترد عليه: مات في محطة المترو. فبيرد: الشاب ده كان شرطي، وانت كمان. ويقوم يخنقها علشان يهرب، لكن اثناء كلامهم وونج وصل وقفل الباب الخلفي، وبيدخل المكان وبيلاقي الظل عند الباب الخلفي، وبيبدأ القتال ما بينهم، والاتنين بارعين جدا في القتال. الظل بيقاتل بالسكين، وونج بيقاتل بايده، وبيطلعوا المخزن فوق وبيكملوا المعركة في المكان الضيق. والظل بيقاتل زي الحيوانات، سريع وقوي، وبيصيب وونج. فوونج بيستخدم قطعة قماش في ايده علشان يعرف يواجه السكين. واثناء القتال السقف بيقع بيهم وبينزلوا مطعم، والظل بيضغط على الجرح، فالبنت بتضربه، فبيحاول يضربها بالسكين، وونج بينقذها في اخر لحظة، لكن الظل بيعكس السكين ويعوره في رقبته. فالبنت بتوقع الظل على الارض وبيهرب من المكان. وونج بيكون متصاب اصابة خطيرة، بيقول لها: الحق الظل قبل ما يهرب. لكن لما البنت بتطلع الشارع مش قادرة تحدد مكان الظل لأنه ماهر جدا في التخفي، فتفتكر كلام وونج عن العلامات المميزة في الشخص وهو متصاب في ايده، فتبتدي تركز على ايدين الناس حواليها، واخيرا تلاحظه وتبلغ الفريق. والكل بيحاول يضيق الطريق عليه، فبيبدأ يغير طريقه علشان يحاصروه قدام الكنيسة. وونج بيقول لهم: انتم الصيادين الآن. والخطة ماشية تمام لحد ما بيوصل لمكان الكمين اللي فيه كل الشرطة، وبيرفع القبعة ليها،
وبيستمر في الابتسام، وبيلاحظ إن وونج لسه عايش. فالبنت بتقول له أنا شرطية وهقبض عليك، فبيحاول يهجم عليها، لكن هي بتوقعه على الأرض وبتربطه بالكلبشات. وأخيرا تم القبض على الظل، والفرحة تعم قسم الشرطة. وونج بيقول لها أنا فخور بيكي. وفي مشهد النهاية بنكتشف إن الاتنين اللي ماتوا ليهم أخ تالت لسه عايش، وأكيد هيحاول ينتقم. وبكده الفيلم انتهى. أشوفكم في الفيديو القادم. سلام.